الحضور الكريم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نلتقي اليوم في هذا اللقاء الدولي الذي يندرج في إطار تخليد الذكرى 50 للمسيرة الخضراء، والذي تنظمه جهة الدخلة وادي الذهب بشراكة مع مركز منظورات للدراسات الجيوسياسية والاستراتيجية وكذا موقع بلبخس. يأتي هذا اللقاء انسجاما مع توجيهات الملكية الثانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى جعل الأقاليم الجنوبية نموذجا متقدما للتنمية المندمجة وجسرا لتعزيز التعاون بين المغرب وعمقه الإفريقي. ويشارك في هذا الحدث نخبة من مستشاري رؤساء دول ووزراء. هذه الجهة ديال الدخلة اللي هي حقيقة جهة جد مهمة تاريخيا، وكتعرف واحد التطور اقتصادي جد مهم. بطبيعة الحال نحتفل اليوم تتزامن هذه الندوة بالذكرى الخمسينية ديال المسيرة الخضراء. كتعرف هذه الذكرى ديال المسيرة الخضراء عندها فلسفة ديالها اللي هي فلسفة جد مهمة تاريخيا، لأن عندها مشروعية تاريخية وعندها مشروعية دينية بصفة صاحب الجلالة هو أمير المؤمنين، وكذلك عندها فلسفة ديال الملحمة ما بين الشعب وجلالة الملك في قضيتنا الوطنية. إذن اليوم هذا شيء أساسي خصنا نفهمه، وكذلك خصنا نعرفوا بأن المسيرة الخضراء حققت الأهداف ديالها التي هي استقلال البلاد واستكمال وحدتنا الترابية، وهذه هي الفلسفة ديال المسيرة الخضراء. ولكن هناك كذلك واحد المسيرة خضراء اللي كنعتبرها أنا أساسية، هي اللي كتعرف التطور الاقتصادي تحت توجيهات الملكية الثانية ديال محمد السادس نصره الله، فيما يخص تنمية أقاليمنا الجنوبية، تنمية هذه الإقليم. وكنعرفوا اليوم الدخلة أصبحت أولا محطة سياحية، محطة رياضية، وسوف تعرف أكبر ميناء اللي هو ميناء ديال الدخلة اللي هو أكبر ميناء إفريقي. وكذلك بأن الجهة ككل المناطق الجنوبية عرفت التطور، وهي هناك مستشفى جامعي اللي غيكون في العيون، وهناك كلية الطب اللي غادي تكون مصدر واحد مس الخصاص الموجود من ناحيه الاطر الطبيه ولا من ناحيه الاعوان الصحه، وغادي تكون من الساكنه ديال هذه الجهه، وهذا شيء اساسي. كما ان اليوم عندنا كذلك واحد السياده طاقيه بما اللي تعطي العيون والدخله بما يخص الطاقه المتجدده النظيفه، كما ان هناك واحد السياده مائيه فيما يخص تحليه المياه الموجود في العيون وفي الدخله، كما ان هناك تطوير جد مهم ديال طريق السيار السريع اللي غادي كتربط الاكادير مع الدخله. هذه كلها جعلات هذه رؤيه ملكيه مندمجه للتطوير الاقتصادي والنشيج الاقتصادي ديال هذه الجهه ككل. وهنا كتشوف التحفيزات اللي عملت الدوله، هي بان اولا اعفاء الضريبي واعفاء ديال الضرائب الجمركيه باش تشجع المستثمرين المغاربه والمستثمرين الاجانب، وكذلك افتتاح ديال 30 قنصليه في هذه الجهه ما بين العيون والدخله، اعطت واحد الامان واحد الاطمئنان للمستثمرين الخارجيين سواء خليجيين او لا اوروبيين باش يجيو يستثمروا في هذه الجهه بصفه عامه. ولهذا اليوم كنعتبر بان المغرب يعيش جوج المسيرات: المسيره الخضراء ديال 1875 اللي كان رائدها هو جلاله الملك حسن الثاني طيب الله ثراه، واللي عرفت واحد اصبحت رمزيه تاريخيه وعرفت رمزيه دينيه، وكذلك حققت الاهداف ديالها السياسيه. وهناك مسيره ديال التطوير اللي كتعرفها في عهد جلاله الملك محمد السادس نصره. فرصه لاستحضار السياق التاريخي للمسيره الخضراء. وانتم تعلمون بان المسيره الخضراء هي من فكر المبدع الحسن الثاني رحمه الله عليه. ولكن النقطه المهمه هو انه بالمسيره الخضراء تم توحيد المملكه المغربيه من شمالها الى جنوبها، وتم تحرير الاراضي اللي كانت كانت اسبانيا الاقاليم الجنوبيه، وجعلها اقطاب حقيقيه لنمو وكذلك محطه اشعاع وطني ودولي لهذه الجهات. وهذا ما وقفنا عليه اليوم، وهذا ما تم التركيز عليه من مختلف المتدخلين. شكرا. Mi invitación y poder estar con ustedes
También voy a empezar con algunos comentarios preliminares, con un prólogo, con pequeñas cosas que creo que son importantes, pero luego ya entraré en mi tesis muy rápidamente, porque no hay tiempo y tengo que cumplir con el mismo. En este sentido, decir que la intervención que haré hoy es el texto futuro de un artículo que se publicará próximamente en la prensa marroquí. Y hoy solo voy a dar algunos avances, los temas preliminares y, como decía, algunas tesis para corroborar mi idea del tema que nos aproxima. En primer lugar, comentar que los 50 años que se celebran hoy mismo, en esta época, es una fecha muy importante para hacer balance. Diríamos que técnicamente, académicamente, ni es mucho ni es poco, es suficiente. Y yo añadiría que también no solo son importantes los 50 años de la Marcha Verde, sino en perspectiva, porque es la mitad y suma mucho, son los 25 años también de Su Majestad Mohamed VI en estos momentos. O sea, la perspectiva es doble. Los 50 años, pero yo creo que también nos aproximamos a un ritmo muy importante que serán los 25 años de la acción de Su Majestad en estos momentos. También es importante comentar